مجلس الحكومة استمع إلى إفادة قدمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، حيث أخبر المجلس أن اليوم تم إلقاء القبض بهولندا على المدعو سعيد شعو، وأن ذلك يأتي في إطار تطبيق مسطرة الترحيل إلى المغرب ليحاكم على الجرائم المتعلقة بالاتجار في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية وتبييض الأموال ومحاولة القتل. وأن المغرب سبق له أن قدم ووجه مذكرة في الموضوع إلى السلطات الهولندية وطلب الترحيل في سنة 2010، ثم جدد الطلب في سنة 2015، واليوم تم البدء في تنفيذها. ويؤكد إلقاء القبض اليوم على مصداقية الملف الذي قدمته بلادنا وجدية هذا الملف ومصداقية القضاء المغربي.